إيران فدات التهديد ديالها وجهات ضربات صاروخية للقواعد الأمريكية في دول الخليج وحتى في إسرائيل. الساعات الأخيرة شهدت إطلاق صواريخ مباشرة على قواعد العسكرية ديال الميريكان في الخليج، وتسبات في أضرار كبيرة في الأسلحة والمعدات. الجيوش ديال المنطقة كلها كتحضر لأي تصعيد جديد، والخطر كيتزاد من مورا كل ساعة. في نفس الوقت إيران استهدفت مواقع استراتيجية في إسرائيل وتسبات ليها في حالة ديال التوتر غير مسبوقة. الصواريخ اللي وصلوا لأهداف محددة وشكلات خطر على المدنيين والمعدات العسكرية الإسرائيلية. الخبراء كيتخوفوا من تصعيد عالمي في الشرق الأوسط، خصوصا وأن التوترات بين واشنطن وطهران هذه المرة وصلت لمستوى كبير. هاد الهجمات يمكن تبدل موازين القوى في المنطقة وتزيد المخاطر على الملاحة والأمن الدولي، وهذا الشيء اللي تجلى لنا بصورة واضحة في توقف شبه تام لحركة الملاحة الجوية في منطقة الخليج. المنطقة عرفات تحركات عسكرية كثيرة وتبادل ديال الصواريخ من طرف والطرف الآخر، بالإضافة للتصريحات الرسمية ديال جميع الأطراف اللي كيتبادلوا فيها الاتهامات. هذا الشيء كله كيزيد الضغط على الساحة الخليجية. واش هذه الضربة ممكن تكون السبب في إشعال حرب عالمية ثالثة؟ العالم كله متبع التفاصيل عن قرب وكيتمنى أنه يتفادى الأسوأ.